اصحى لي يا كبير عشان دي 23 السنه دي كان مليان مفاجآت ومفاجآت جامده كمان، واولهم ان تم عرض الاعلان التاني لافنجرز دومز داي، والتريلر ده ممكن نسميه تريلر دوم لانه كله عن فيكتور فان دوم. وكمان شفنا اعلان مسلسل فيجن كويست لاول مره، ده غير ان تم الاعلان عن فيلم ذا اكس مان. وكمان شفنا الكاست الجديد ستون، سايكلوبس، روج، ايما فروست، وتشارلز اكزيفير. وفوق كل ده هم كمان قدموا لنا فيلن الفيلم اللي هيكون مستر سينستر، والفيلم هينزل 5/5/2028 يعني بعد احداث سيكريت وورز. وهو ده المنتشر الساعات اللي فاتت، وده اللي انت محتاج تعرفه لو كنت فان نوفيز مبتدئ. وبكده اكون انا خلصت معاك، انما انت مشاهدي الخطير بقى وضع تاني تماما، ووجودك هنا حاليا هو اثبات انك مش فان عادي وانك هارد كور فان. وانا وانت عارفين احنا داخلين على ايه في الفيديو ده، على واحد بريك داون وديب دايف في كل حاجه حصلت في دي 23 السنه دي. and let's talk about it. وسمي الله في قلبك كده وصلي على النبي، ولا تنسى اللايك المتين والسبسكرايب الجميل وعرني انتباهك. حبيب قلبي عامل ايه؟ طبعا انت قاعد عايز تحليل الاعلان في الاول، احب اقول لك وانا كمان فليتس جو. الاعلان بيبدا على مشهد لدكتور دوم وهو على العرش بتاعه في لاتفيريا، واول حاجه لفت انتباهي هي قعدته. لاحظ معايا انه قاعد نفس قعده دكتور سترينج في انفينيتي وور، ونفس قعده ثانوس في اند جيم. ولو حللنا قعده ثانوس فاحب اقول لك ان هي تدل على الهدوء والغرور والكبرياء العالي بتاعه. اما دكتور سترينج فقعدته كانت بتوحي ان هو عارف ان ثانوس هيقعد القعده دي في اند جيم، فهو يبقى عملها قبله. اما فيكتور فان دوم الوضع مختلف تماما، دي قعدة واحد عارف كل اللي حصل في عالم مارفل، وعارف ان الافنجرز عملوا تايم هايست ورجعوا الستونز وغيروا الواقع بتاعهم، وعارف ان التي في اي كمان سابتهم يعملوا كل ده مع ان ده مش نظامهم. وفوق كل ده هو حياته اتدمرت اصلا، وفي وجهة نظره ان الافنجرز عاشوا حياة ما يستحقهاش، وده اللي بنعرفه من الاعلان. لكن اللي مش بنعرفه ان ممكن يكون الافنجرز هم السبب في حياته اللي اتدمرت. المهم ان في السين ده بنشوف ان الارضيه نفسها معمول عليها تعويذ، وزي ما انت شايف كده التعويذه شغاله حاليا. ومش عايزك تنسى ان احنا شفنا قبل كده حاجه زي كده في مسلسل ايرون هارت، لما ريري حبت تعمل ماجيك ايكونيك ايرون سوت. ساعتها رسمت التعويذ دي على الارض، وبدات التعويذه تشتغل اول لما الرسم اكتمل. وشكل كده يا كبير ان دوم مستخدم نفس النهج السحري ده. وبعديها بنشوف سين لسو ستورم وهي مجتمعه بابطال مارفل وبتحكي لهم عن فيكتور فان دوم. وساعتها بنشوف ماجنيتو وشكله متشخرم زي ما انت شايف كده، ودراعه مكسور. وطبعا شكله هنا مختلف تماما عن التيزر الثالث للفيلم، وما كانش دراعه مكسور ولا حاجه. وده يبين لك ان ما بين المشهدين دول اكيد في فايت كبيره حصلت واتصاب فيها ماجنيتو، ويجوز تكون دي الفايت اللي ما بين دوم والافنجرز اللي بتحصل في كون الاكس مان. المهم ان احنا بنشوف بعديها كاركتر جامبت، ومن الاعلان الاول عرفنا ان جامبت ما بقاش موجود في الفويد بعد احداث ديدبول اند وولفرين، واكيد هانتر بي 15 اخذت بنصيحه ديدبول وخرجته من الفويد. ده غير كمان ان كان في مشهد محذوف من ديدبول 3 بنشوف فيه جامبت وهو بيشوف بورتال بتتفتح قدامه، ومن ساعتها هو بقى في كون الاكس مان كون 1005. وفوق كل ده كمان هو دخل في فايت رايقه مع شانج تشي، بس الدنيا بتهدى ما بين جامبت وشانج تشي، او بمعنى اصح الدنيا بتهدى ما بين الاكس مان والافنجرز، بدليل ان احنا في اللقطه اللي بعديها بنشوف شانج تشي، شوري، امباكو، نيمور وجون ووكر واقفين في هدوء وبيسمعوا سو ستورم. ده لو دي فعلا سو ستورم اللي في المشهد ده يعني. المهم بنشوف بعدها لقطه تانية لستيف روجرز، وهنا الناس مش عارفه هل هو قاعد في القعده دي مع سو ستورم ولا السين ده في بيته ساعه لما لوكي راح له. انا في اعتقادي ان المشهد ده وهو قاعد مع سو ستورم وبقيه الهيروز، لان المشاهد المسربه لفايت الافنجرز والاكس مان ضد دكتور دوم والسنتينلز كان موجود فيها ستيف روجرز وكان بنفس اللبس ده. وتقدر دلوقتي تتاكد بنفسك في الفيديو اللي قدامك ده اللي موجود فيه الفايت دي كلها مسربه. وبنشوف بعدها لقطه تانية لثور وهو حزين كده، وفي اعتقادي ان القعده دي حصلت بعد الفايت اللي بنشوفها في نهايه الاعلان، لان واضح كده ان دوم خانهم وهانهم في نفس الوقت وهما مش فاهمين ليه. فسو ستورم بعديها هتبدا تفهمهم وتحكي لهم قصته، وبتقول لهم فيكتور كان دايما اذكى شخص في اي مكان هو موجود فيه، وكان مختلف تماما عن دلوقتي، وكان طيب وحنون ومعطاء، ولكن بعد كده كل حاجه راحت واتاخدت منه. انا كنت اعرف ان هو تايه ومشتت، بس للاسف ما خدتش بالي ان هو مكسور. ومن هنا يا كبير اقدر اقول لك وبقلب جامد ان فيكتور فان دوم رسميا من كون 828 كون الفانتاستيك فور، ورسميا سو ستورم كانت عارفاه كويس، واحب اقول لك ان ريد ريتشاردز كمان يعرفه،
لان من مشهد قدام شويه في التريلر بنشوف ريد بيقول له فيكتور هو انت اللي عملت كده؟ والسؤال بقى، تفتكر يا ريس ان هم هيجيبوا لنا الاوريجين ستوري لفيكتور فان دوم في الفيلم؟ ولو جابوها هل تفتكر ان هي هتبقى القصه العاديه المعروفه ان ريد وفيكتور كانوا مع بعض في الجامعه وبعدين طلعوا الفضاء وحصلت لهم الحادثه ورجعوا كلهم عندهم سوبر باورز؟ ولا يا ترى هنشوف رؤيه جديده للاوريجين ستوري؟ اتمنى اعرف رايك. المهم ان سو ستورم وهي بتقول الكلام ده بنشوف مشهدين لدوم في غايه الجمال. اول سين بنشوف ان دوم واقف قدام صوره مراته وابنه، وطبعا من كلام سو وقفته دي باين قوي ان هو خسرهم، خصوصا ان احنا بناخد سين كلوز على عينه وهي حزينه عليهم، ولو ملاحظ عينه لونها اخضر. وهنا برضه انا مش عارف هل ده لون عين فيكتور العادي ولا نسبه للسحر بتاعه بقت كده. اما السين التاني فبصراحه عجباني زاويه التصوير اللي واخدينها منه قوي، وهم جايبينه من فوق كده وواحده واحده بينزلوا بالكاميرا لتحت عشان نشوف دكتور دوم مع المزيكا اللي شغاله كمان بيرفكتو. بعديها بنشوف مشهد لكون شكله متدمر بالكامل. ناس كتير بيقولوا ان ده ممكن يكون كون توبي ماجواير، وانا بالنسبه لي شايف انه كون الاكس مان عادي. والسين ده اثناء دخول الافنجرز لكون الاكس مان، لان باين ان هما مش بيصوروا من فوق، لا اللي باين ان المشهد ده متصور من بوينت اوف فيو الطياره داخله الكون ده. وساعتها يا كبير بنسمع صوت فيكتور فان دوم وهو بيتكلم وبيقول كلكم عشتوا حياه مسروقه ودلوقتي جه الوقت عشان ترجعوها تاني. وده بيثبت لك ان دوم ناقم على الحياه اللي عاشوها الافنجرز، وناقم ان كل واحد فيهم بقى عنده حياه وعيله واطفال، وهو الوحيد اللي خسر كل حاجه. ولا تايم هايست ينفع معاه ولا تي في ايه هتسيبه يرجع اللي كان، ومفيش قدامه غير ان هو يدمر كل حاجه في الوجود ويعمل عالم جديد على مزاجه ويكون هو حاكم العالم ده وهو كون الباتر وورلد. واللي ياكد لك كلامي ان صناع الفيلم نفسهم على كلام دوم اللي بيقولوا ده بيحطوا مشاهد لافراد الافنجرز مع اولادهم، انت مان، ثور، ستيف روجرز، وكمان بنشوف جون ستورم مع فرانكلين. والسين ده في اعتقادي انه هيكون في نهايه الفيلم، والكلام ده معناه ان دكتور دوم لما راح لفانتاستيك فور هو ما كانش هيخطف فرانكلين، انما هو كان رايح باكستر بيلدينج عادي، واول لما راح لقى فرانكلين، فعادي جدا وشيء طبيعي ان هو يقرب منه ويبقى عايز يشوفه. لاحظ معاه ان جالاكتوس بجلاله قدره المعروف وملتهم الكواكب كان مستعد ان هو يسيب الكون ده في حاله بس ياخد فرانكلين، ولما الفانتاستيك فور ما رضيوش جالاكتوس بنفسه نزل الكوكب يدور عليه. فما بالك بقى بفيكتور فان دوم والخطه اللي عنده اللي اكيد مش هتكمل الا بفرانكلين. ومع ذلك احب اقول لك انه ما خطفوش هنا برضه ولا اي حاجه. وبنشوف بعديها لقطه لشوري وجوست والنيو فالكون وشكلهم كده في طياره الفانتاستيك فور، بس بصراحه انا مش متاكد ومش قادر احدد هم فين بالظبط. وبعديها بنشوف لقطه جديده لسايكلوبس من الفايت اللي هتدور ضد دكتور دوم، وشكل كده يا كبير دي هتبقى اخر لقطه نشوف فيها سايكلوبس القديم بتاعنا في عالم الام سي يو. سوري برو بس اتس دومز داي، فتوقع جدا في الفيلم ده ان كاركترات كتير قديمه ممكن تشيع، وعلى راسهم تشارلز اكزيفير كالعاده يعني، وماجنيتو وسايكلوبس. ولو موتوا توبي ماجواير في اول الفيلم فانا مش هكمل الفيلم وهمشي بصراحه، انا مش هقدر استحمل حاجه زي كده. وبعدها يا كبير بنروح لاكتر اللحظات حماسه في الاعلان، واولهم اننا بنشوف فيكتور فان دوم وهو بيعمل واحد سوبر هيرو لاندنج رايق، ولو ملاحظ معايا هتلاقيه بيطلع من المكان ده، وفي اعتقادي ان المكان ده هو الطياره اللي جم بيها كون الاكس مان، بدليل الصوره اللي قدامك اللي كانت متسربه من فتره دي اللي فيها نفس ديزاين السفينه اللي قدامك. وبنشوف كمان ان في حاجه بتطير منه قبل ما يعمل لاندنج، وانا بصراحه مش عارف ايه دي. وبنلاحظ هنا ان السلسله اللي في البدله بتاعته مش مظبوطه، وده دليل ان البدله اللي لابسها حاليا هي البدله اللي قدامك دي، ودي البدله اللي هيبقى لابسها طول الوقت لحد لما هيقلب على الافنجرز. والسين اللي بعديه بيكون لريد ريتشاردز وهو بيقول له جاوبنا فيكتور، وبيكون ريد ساعتها في حاله من الانهيار العصبي وشكله كده لسه مكتشف خيانه فيكتور فان دوم ليهم. والسين اللي بعديه بيكون لثور وهو رايح يهاجم دكتور دوم وبيقول له انا هخليك تتمنى الجحيم قبل ما انولهولك. وعلى طريقه انفينيتي وور ثور بيجري عليه عشان يديله بالمطرقه، لكن فيكتور بيصدها بصباعين اتنين بس وبيرمي المطرقه بعيد. وساعتها بنشوف لاول مره سحر فيكتور فان دوم وهو بيخرج منه وبيستخدمه على ثور وبيحدفه بعيد، وبعديها بيحط ايده على الارض وبيقدر ان هو يصحي كل كائنات السنترلز اللي كانت متحطمه في كون الاكس مان، وبيقول الجحيم ما بيسمعش غير لدوم. وساعتها كائنات السنتينلز بترايز ورا دوم في مشهد رايق قوي شبه مشهد توني ستارك في ايرون مان 1، نفس العظمه ونفس الجمدان. وبيخلص الاعلان على كده يا حبي، اللي يعتبر من احلى اعلانات مارفل بالنسبه لي، وحبيته اكتر من الاعلان الاول.
وفي وجهة نظري ان الاعلانين دول بيكملوا بعض، وعشان كده عايزك ترجع تشوف الاعلان الاول تاني وتشوف التحليل بتاعه عشان تبقى مجمع كل حاجة حصلت لحد وقتنا هذا. ودلوقتي بقى ميعادنا مع مفاجآت مؤتمر دي 23 ل 2026. طبعا يا كبير المؤتمر ده خاص بشركة ديزني اللي شركة مارفل تعتبر جزء منها، فالمؤتمر كله ما كانش على مارفل اكيد، ولكن عن اعمال ديزني كلها المستقبلية. ولكن احنا النهارده يهمنا جزئية مارفل بس. ركز معايا بقى، اول المؤتمر كيفن فاجي بيرحب بالجمهور وبيقدم الممثلين اللي كانوا بيقوموا بدور فيجن والترون، وبول بيتاني اي فيجن قال انه سعيد جدا بالمسلسل ده، وقال اننا طبعا عارفين ان تقنيا مفيش حد بيموت في مارفل. وكيفن فاجي ساعتها بيضحك لانه عارف ان الكلام ده صح فعلا. احب اقول لك كمان ان في مؤتمر سان دييجو كوميكون كيفن فاجي قال ان مسلسل فيجن كويست هو ختام ثلاثيه واندا، وبعيدا عن ان مفيش ثلاثيه من الاساس اصلا، الا ان كلامه ده بيوضح اننا ممكن نشوف رجوع واندا ماكسيموف تاني في نهايه المسلسل تاهيلا لظهورها في دومز داي. لاحظ معايا ان فيجن كويست هو اخر عمل لمارفل قبل دومز داي، واكيد هو ده السبب اللي هيخلينا انا وانت نتفرج على المسلسل ده اصلا. ولو المسلسل كله طلع حلو و10 على 10 وما اهلش لدومز داي ولا واندا ظهرت فيه، فهو مسلسل ملوش لازمه بالنسبه لي، لان فيجن عمره ما كان شخصيه احنا متعلقين بيها او بنجيب سيرتها. وهات لي اي حد اتاثر بموته في انفينيتي وور، ولا اي حد اتاثر، ولو كنا متاثرين ساعتها فاكيد كان عشان خاطر واندا وش. لكن ما اضحكش عليك، اللي هيخلينا نتفرج على المسلسل ده هو رجوع الترون. فبصراحه عندي فضول اعرف ازاي هيرجع وازاي هياخد الشكل الادمي بتاعنا ده. المهم تعالى كده اقول لك اللي انا فهمته من الاعلان وافهمك ازاي فيجن رجع تاني من الموت بعد غياب واندا 5 سنين بعد اللحظه دي، ورجوعها تاني في اند جيم. وبعد هزيمه ثانوس واندا راحت للمنظمه اللي كان عندها بقايا فيجن، وللاسف مرضوش يدوها الجثه، وعرفنا ساعتها ان هم بيعيدوا بناؤه من اول وجديد وعايزين يشغلوه تاني، والمره دي من غير المايند ستون. المهم ان واندا اكتئبت، وساعتها عملت الهيكس او السحر بتاعها على قريه اسمها ويست فيو، وعملت عالم من خيالها جوه الهيكس ده، وبقت متحكمه في وعي كل الناس اللي موجودين في ويست فيو. وفوق كل ده هي صنعت فيجن كمان، وفي اخر المسلسل ادت له ذكريات فيجن الاصلي. ومش بس كده، دي صنعت اولاد ليها كمان. المهم ان في اخر المسلسل ده وبعد ما واندا عرفت ان اللي هي فيه ده غلط ومش صح، بنشوف ان المنظمه قدرت ان هي تعيد تجميع فيجن من جديد وتشغله كمان، بس المره دي بيبقى وايد فيجن، وبيخلوه يدخل جوه هيكس واندا، وهناك بيقابل فيجن اللي من خيال واندا، وبتحصل ما بينهم فايت. ولكن فيجن اللي عاملاه واندا بيديله كل الذكريات اللي كانت عنده، وساعتها وايد فيجن بيقول اي ام فيجن، وبيطير وبيمشي. وواندا في الاخر بتلغي الهيكس بتاعها، وفيجن واولادها بيختفوا. ولكن اثناء اختفاء الهيكس بنعرف ان في حاجه غريبه حصلت. من مسلسل اجاسا اول لونج بنعرف ان روح بيلي ماكسيموف دخلت في الواد اللي قدامك ده، وساعتها بيصرخ وبيقول تومي، بينادي على اخوه يعني. وعلى مدار المسلسل بنشوف رحله بيلي مع اجاسا عشان يلاقي تومي، ولكن في النهايه مش بيلاقيه. اما من اعلان فيجن كويست فانا فهمت ان وايد فيجن حاليا صانع عالم جوه دماغه وبيتحرك فيه براحته، لان ببساطه هو لسه بيبي فيجن ولسه ما بقاش فيجن بتاعنا بالمعنى الحرفي، انما احنا هنشوفه في رحلته لاكتشاف ذاته عشان يعرف هو كان مين وحياته كانت ايه بالظبط، وده عن طريق العالم اللي هو عامله اللي يعتبر شبه العالم اللي كانت عاملاه واندا. وبنكتشف ان في ناس موجوده بتساعده كمان، وانا بصراحه مش عارف هل هم دول ناس حقيقيه ومستحوذ عليهم ولا دول من ضمن البرنامج اللي هو عامله جوه دماغه. المهم ان احنا بنشوف ان الترون كمان موجود جوه العالم بتاعه ده، وكان ظاهر بصورته العاديه، ولكن فيجن بيقول له وبعدين معاك فين الافاتار البشري؟ وزي ما يكون كده فيجن ساخط على فكره الروبوتس والكلام ده، وانه بيميل اكتر للجنس البشري، وده شيء مش جديد عليه، وهي دي طبيعته اصلا. هو طول عمره مسالم وبيسفل وبيحب الهيومنز. Thank you. المهم انه بيشوف فيديو الواحد بيقول ان اسمه تومي، وبيدور على ابوه اللي عباره عن آلة واسمه فيجن، ومن هنا فيجن بيتجنن وبيبقى عايز ان هو يلاقيه. وبنشوف ساعتها مشاهد من العالم الطبيعي العادي ومش عالم دماغ فيجن، وساعتها فيجن هيقابل تحديات كتير قوي، زي مثلا الكاركتر دي اللي زي ما انت شايف كده هي متحكمه فيه كليا. المهم اننا كمان بنشوف الكاركتر ده اللي شكله كده هيبقى من التحديات اللي بتقابل فيجن عشان يلاقي تومي. وبنشوف مشهد تاني لأولترون وهو بيكلم فيجن وبيقول له ما تخرجنا من هنا يا عم وروح انت انقذ ابنك. وفعلا بعديها بنلاقي ان فيجن بيقابل تومي، ولكن الخطر المره دي شكله هيبقى أولترون اللي هيخرج من دماغ فيجن. وساعتها بنشوف سوت فيجن الجديده اللي الوانها قريبه قوي من السوت القديمه،
وبيخلص الاعلان على كده يا حبي، اللي كان اعلان عادي جدا بالنسبه لي ولكنه شوقني للمسلسل وخلاني عايز اتفرج عليه الصراحه. المهم بقى يا كبير ان في مؤتمر دي 23 كيفن فاجي دعا الجمهور لحضور اند جيم انكور في السينمات في اخر شهر 9 ان شاء الله، وقال ان دي فرصه حلوه عشان نستعيد الاحداث تاني في تجربه سينمائيه فريده من نوعها. ده غير اننا هنضيف بعض اللمسات الخفيفه في الفيلم عشان تؤهل لافنجرز دومز داي، وده اللي قاله كيفن فاجي. وعشان كده انا بقول لك من دلوقتي اهو ان لو فيلم اند جيم انكور هيتعاد في مصر وانت عايز تدخل الفيلم عشان تشوف المشاهد الجديده، فما ترفعش سقف توقعاتك قوي، لان كيفن فاجي نفسه قال لك حاجات بسيطه قوي. فاوعى تفتكر مثلا ان هما ممكن يضيفوا لك مشاهد كابتن امريكا وهو بيرجع الستونز مثلا. طبعا انا نفسي ان ده يحصل، بس انا بقول لك فكك، مارفل مش هتعمل كده، واخرها ممكن تصلح الغلطات اللي حصلت في اند جيم. وكل اللي هيعملوه ممكن يضيفوا مشهد بوست كريدت سين، لان اند جيم ما فيهوش بوست كريدت سين اصلا، واخره كان صوت ضرب توني ستارك بالهامر لما كان في الكهف في ايرون مان 1. المهم انه كيفن فاجي بيتكلم مره واحده في فيديو بيقاطعه وبيكون لهيو جاكمان، وبيكون رايان رينولدز موجود برضه بس بنسمع صوته بس، وبيقول له يقول لكيفن ان هم عايزين ينضموا لافنجرز دومز داي. وانا احب اقول لك ان هم بالفعل كده موجودين يا كبير، بدليل ظهور رايان في سان دييجو كوميك كون وبدليل ظهور هيو في دي 23. وبنروح بعديها لاهم خبر لمارفل في دي 23، وهو الاعلان عن كاست الفيلم وميعاد عرضه. والفيلم ان شاء الله هيبقى بتاريخ عرض 5/5/2028، وده المفروض اول فيلم بعد احداث سيكريت وورز. واحب اقول لك ان فيلم زي ده هو ناجح، لان ده هيبقى اول فيلم في المرحله الجديده، وكل الناس هتبقى عايزه تعرف ايه الجديد بعد سيكريت وورز. ده غير ان الفانز اكيد هيبقوا عايزين يشوفوا الاكس مين الجداد جوه عالم مارفل، مع ان الكاست مش حلو ولا المخرج عدل. مخرج الفيلم يبقى جاك شراير اللي اخرج في حياته 10 افلام، ما شفتش منهم غير ثاندر بولتس. لو انت شايفه كويس عرفني، يمكن افلامه حلوه وانا ما اعرفش. المهم ان كيفن في الاول بيقدم سيدي سينج، وطبعا احنا خلاص عرفنا ان هي جين جراي، ومع اني ما كنتش مقتنع بيها كجين جراي، الا اني بعد ما شفت بقيه الكاست عرفت ان سيدي سينك هي افضل ما فيهم، او على الاقل احنا عارفينها من سترينجر ثينجز. واللي باقيين انا ما اعرفش حد منهم الصراحه غير اللي هتعمل دور روج، وهي اندي نافارتي، وبرضه لسه عارفها من فيلم اوبسيشن. وفي اعتقادي لو كانوا جابوا سلمى ابو ضيف ما كانوش هيتكلفوا كتير، لانه والله نفس الشيء. عندك بقى اكيد كورنر سايكلوبس، كريستوفر ابوت تشارلز اكزيفير، سامارا ويفنج ايما فروست. وايما فروست دي ظهرت قبل كده لو انت فاكر في ذا وولفرين اوريجينز. المهم معانا كمان مايا بويد في دور ستور، وزي ما شفت كده كلهم ناس انا ما اعرفهمش، ومش عارف مارفل ليه تعمل حاجه زي كده مع فيلم تقيل. جايين لحد هنا وعايزين يلموا نفسهم في دفع الفلوس، وانا بصراحه مش متحمس تماما للقص ده ولا للفيلم، ويجوز مستقبلا ان اغير رايي. لكن اللي مخليني يعني سنه كده متحمس هو اننا عرفنا في نهايه المؤتمر ده ان ادم درايفر هيعمل دور الفيلن، الا وهو مستر سينستر. احب اقول لك ان ادم درايفر ما قالهاش صراحه كده، انما قال ان هو هيعمل دور ناثانيال ميلبري، اللي اول ظهور ليه في الكوميكس كان في العدد 212 من انكاني اكس مين اللي نزلت 1987، واسمه الحقيقي ناثانيال اسكس. واسم ناثانيال ميلبري ده هو اسم مستعار استخدمه اسكس قبل كده كذا مره في الكوميكس، وبيبقى عالم انجليزي مهووس بتطور البشر والميوتنس، ودخل في تجارب علميه ليها علاقه بالطفرات والدي ان ايه، وتحول لفيلن بعد ما قدر يجمع جينيتكس الميوتنس كلها عشان يوصل للشكل المثالي والاقوى من المتحولين. واشهر هوسه بيبقى بسايكلوبس وجين جراي ونسلهم كمان. لاحظ معايا ان في اغلب كوميكس الاكس مين سايكلوبس بيبقى متجوز جين جراي، ومستر سينستر دايما بيطاردهم هم واولادهم. وبس كده يا كبير، هو ده اللي كان عندي النهارده المارفل دي 23 سنه 2026، واكيد لينا كلام اكتر الايام اللي جايه عشان عندي لسه كلام كتير ما قلتوش، وعشان الفيديو ده ما يطولش اكتر من كده. فتابع معايا اول باول، وما تنساش تشوف حسوبه بيعمل ايه حاليا في كون 616 في نهايه الفيديو، واوعى تقفل بعد ما اقول لك واشوفك الفيديو الجاي يا ريس. وبس كده عزيزي المستمع، اتمنى اكون فدتك وسليتك شويه. ما تنساش قبل ما تمشي بتقول لي رايك في الحلقه في الكومنتس، وتعمل فولو على حسب انت سامعني منين، ولو انت على اليوتيوب ما تنساش تبقى تعمل سبسكرايب وتفعل جرس التنبيهات عشان يجيلك كل جديد، ولايك كلمتين عشان فعلا بيساعد. كان معاك ابراهيم حسوبه من حسوبه توكس. سلام. ابدا منين انا دلوقتي؟ ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ أكيد تاني اللي هناك ده احنا هنروح على فين؟
مين ده؟ انا فين؟ ايه الكون ده؟ هو انتوا So, when does the fight start again?